السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. اكلتنا النهارده اقتصاديه وموفره وكمان من اكلات الشتاء الجميله قوي. تعالوا نشوف النهارده هنعمل ايه مع بعض، وهنعملها بطريقه حلوه جدا. واوعي تكوني لسه بتسلقيها، جنني الكل بيها كده وجربي تشوحيها، هتلاقيها طعمها خطير جدا. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الفيديو بتاعنا على طول نشوف هنعمل ايه النهارده. اول حاجه هنجيب الحله بتاعتنا، هنضيف فيها كده معلقه واحده بس من الزيت. نزلت كمان بصلتين كده وسط، عليهم حبايتين من الطماطم برضو كده حلوين. وبعد كده معايا كمان فص من الثوم، وكل ده على نار عالية كده هنشوح فيه. وجزراية بقى كده كبيرة تكون حلوة عندك، دي كانت اخر واحدة عندي فضفتها. عندك جزر ضيفي كده جزراية كبيرة، بتدي طعم حلو جدا للأكلة بتاعت النهاردة. هنشوحهم كويس قوي كده مع بعض لحد ما يطقطقوا كده ويتبلوا معانا على النار. الخطوة دي بتفرق جدا في طعم العدس بتاعنا. هننزل بقى كده بالكمية المناسبة من العدس، وده هيكون ربع كيلو بس اللي معايا. تمام. المقادير اللي انا حطيتها دي لربع كيلو عدس. هبتدي بقى اشوح العدس وعايزاه يسخن جامد جدا، وده زي ما قلت لكم على نار عالية. هنبتدي نشوح فيه كده تشويحة تمام قوي. ودي يا جماعة بتفرق في طعم العدس جدا. لو بتسلقيه على طول من غير التشويحة دي، جربي بقى تعمليه بالطريقة دي وهتشوفي الطعم هيختلف معاكي ازاي. تمام. تشويحة حلوة كده 5 دقايق على النار لحد ما العدس بتاعنا يشرب من طعم الخضار اللي احنا حطيناه. وبعد كده بقى هننزل بالمية السخنة بتاعتنا، هنغطي العدس كده ونديله تقليبة تمام، وهنغطي عليه بقى. وهنا هنهدي النار عليه ونسيبه بقى يعيش حياته ويستوي على نار هادية. تمام. تعالوا بقى نشوف بعد كده هنعمل ايه مع بعض. هنا كان لسه على النار، طبعا مهديه النار عليه، سيبته بقى يعيش حياته خالص. بنعرف منين ان العدس بتاعنا كده بقى تمام واستوى؟ من الجزر اللي احنا حاطينه ده، طبعا بيكون يعني انشف حاجه موجوده في الخضار. هنضغط عليه كده هنلاقيه استوى، يبقى كده تمام وزي الفل. هرفعه بقى ونروح كده نفرمه في الخلاط. هضربه كويس جدا في الخلاط. تمام. عندك بقى الهاند بلندر، اشتغلي بيه على طول وزي الفل كده كل حاجه تمام. في نفس الحله انا خدت العدس حطيته في الخلاط وضربناه كده مع بعضه. غسلنا الحله بتاعتنا، وفي نفس الحله نزلت كده بمعلقتين من الزيت. ومعايا هنا بصلتين كبار، وانا مكتره البصل شويه. هنشوف مع بعض هنستخدم البصل ده في ايه. هبتدي كده اشوح فيه لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل ده. بعد كده بقى هبتدي اخد جزء من البصل، يعني هنقسم البصل على يعني ايه جزئين كده، يبقى استخدمت بصلتين حجمهم وسط. هنا خدت نص البصل وسبت نص التاني في الحله. هنبتدي بقى نجيب العدس بتاعنا. انا بحب كده اعديه على المصفى علشان ما يكونش فيه اي حاجه واحنا بناكل كده تضايقنا، يعني قشر الطماطم الحاجات دي كلها. تمام. بحب اصفيه كده. هخلص بقى العدس بتاعي واصفيه، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. وكل ده عملناه في حله واحده، يعني ما خدش معانا اي حاجه، ما تعبناش. من اسهل الاكلات اللي ممكن تعمليها، اقتصاديه موفره وكمان ما بتاخدش وقت خالص في التحضير. وهتاكلي شويه عدس بقى تحفه جدا. هنا بقى هنضيف التوابل بتاعتنا، نص معلقه من الكمون وربع معلقه من الفلفل الاسمر، وضفت كمان ربع معلقه من الشطه الحمراء. هظبط الملح بتاعي ومش هحتاج اي توابل تانية. تعالوا بقى ندخل على تاني خطوة ونشوف هي عبارة عن ايه. وطبعا البصل بتاعنا زي ما انتم شايفين كده هيفضل زي ما هو كده شوية. العدس بتاعنا بقى حاسين اللي هو تقيل، هبتدي ازوده شوية مية كده وهو على النار لحد ما يكون القوام بتاعه كده متوسط معايا. انا بحب العدس يكون متوسط، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. هنا بقى هنغطي عليه ونسيبه كده ونروح على العين التانية. هجيب الطاسة بتاعتي، هنزل فيها برضو بمعلقة كده من الزيت. ومعايا هنا شوية كده من الشعرية، يعني شوية صغيرين لان الشعرية بتزيد جدا في العدس. خلي بالكم من النقطة دي كويس قوي، يعني اقل من ربع كوباية من الشعرية. زي ما انتم شايفين كده الكمية صغيرة جدا، ودي هتزيد عشان لو زودنا الشعرية هتكون يعني عجينة معانا. وهنا ممكن نستبدل الشعرية بلسان العصفور. ممكن كمان نستبدل كل ده بشوية رز كده على طول نحطهم في العدس من غير تحمير. تمام. انا هنا حطيت الشعرية اول ما خدت اللون الذهبي بتاعها ده. هنا بقى هننزل بيها على العدس على طول، وهنبتدي كده نديها تقليبة ونسيبها بقى برضو تعيش حياتها مع العدس. يعني 5 كده 7 دقايق بالظبط، وهنرجع للعدس بتاعنا تاني هنشوف ايه اخباره.
على نار هادية ونسيبه بقى كده يستوي. يعني الشعرية اول ما تستوي كده خلاص العدس بتاعنا هيكون جاهز وهتاكلي احلى شوية عدس. تعالوا بقى هنا جبت رغيفين من البلدي بتاعنا الجميل ده، هبتدي بقى اقطعهم كده بالمقص يعني قطع كده صغيرة. عايزة بقى تحمري العيش ده في الفرن كده بشوية زيت، تمام. عايزة تحمريه على البوتاجاز برضو في الزيت وتاكلي العيش المقرمش جنب العدس هيكون حلو برضو معاكي. انا بقى النهارده هعمله على طريقه ماما كده اللي كنت بحبها قوي، تحفه جدا، جربوها هيعجبكم. هنعمل الفته من غير ما نحمر العيش ولا اي حاجه. هنا جهزنا العيش بتاعنا، وطبعا بتعملي الكمية اللي هتكفيكي، يعني الكمية المناسبة بالنسبة لك. العدس كان خلاص تمام كده وزي الفل، وشايفين القوام بتاعه بقى وسط، ولا خفيف ولا تقيل، وكان مظبوط جدا وريحته مفحفحة كده في كل البيت. هنا بقى عملنا حتة سلطة خضراء طبعا، وما ننساش طبعا البصل، لازم يكون جنب العدس كده شوية بصل بقى بالخل والليمون. عايزة بقى بصل اخضر براحتك خالص. كل الكلام ده ما خدش معانا نص ساعة في المطبخ، وكان كله تحت السيطرة، والأكل بتاعنا كان جاهز. وفرنا وعملنا أكلة حلوة يعني اقتصادية، وكمان طعمها حلو جدا. كله هيسألك على طعمها كده ازاي. يلا بينا بقى نشوف العدس بتاعنا والفتة الخطيرة جدا. جربوا الفتة بالطريقة دي هتعجبكم قوي. هنبتدي بقى ننزل على العيش كده زي ما هو من غير ما احمره ولا اي حاجه بالشوربه بتاعه العدس. طبعا كانت الشعريه استوت بقى وكان كله كده تحت السيطره. هنبتدي بقى نغرق العيش بتاعنا كده بالعدس علشان تبقى الفته بتاعتنا يعني طعمها لذيذ قوي. بعد كده بقى هنبتدي نغرف الاكل بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. لازم يتاكل كده ويتقدم ساخن على طول، اول ما يتعمل لازم نقدمه على طول. شايفين بقى القوام بتاع العدس واللون بتاعه حلو جدا. زي ما قلت لكم ظبطوا له الخضار وشوحوه كويس مع الخضار، هيكون حلو معاك وهيفرق في الطعم. وده كده كان الاكل بتاعنا النهارده، وده كان شكل السفرة بتاعتنا، كانت حلوة جدا وبسيطة. هنا بقى البصل اللي احنا حمرناه وشلنا منه جزء، هنبتدي بقى نزين بيه كده على الوش العدس شوية. وطبعا التقديم زي ما انت عايزة. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم يا ريت تحطوا له لايك، واستنوني في فيديو جديد. هتوحشوني جدا. باي باي.